السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على قناة إبداعات ندى وفيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنقدم فكرة حلوة جدا وبسيطة وعملية. أوقات كتير بنحب نعمل كب كيك وممكن ما يكونش عندنا القالب الخاص بالكب كيك، أو حتى عندنا بس مش هيكفي الكمية اللي موجودة، خليط الكيك اللي موجود عندي يعني، وحابة أكمل بقية الكمية. فكرة بسيطة جدا وعملية وإعادة تدوير ومش مكلفة خالص. أنا عندي العلب اللي بجيبها بتاعت القشطة المعلبة او علب التونة حتى، بغسلها كويس عندي وبخليها بستخدمها كقالب للكب كيك. بس طبعا يفضل ان انت تجيبي الورق الكب كيك كبير شوية، حجمه يكون على قد العلبة عشان يديكي نتيجة افضل. انا طبعا اللي كان متوفر عندي الحجم الصغير، وافتكرت بقى وانا بعمل الكب كيك للاولاد قلت اوصل لكم الفكره واعملها لكم. فمعلش بقى، هو القوالب الورق صغير شويه بس هو هيأدي نفس الغرض يعني. واحط خليط الكب كيك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا انا عاملاه ملون للاولاد يطلع شكله جميل قوي، بيحبوه كده. بس وبتحطيه زي ما انتم شايفين، بتملي القوالب بتاعتك وبتدخليه الفرن، بتخبزيه بالطريقه البسيطه خالص العاديه اللي بتخبزي بيها الكب كيك، والنتيجه هتطلع معاكم تحفه وجميله جدا. انا عملت بس عينه كده، عملت لكم 2 بس كده عشان تشوفوا الفكره وتوصل لكم، وهتشوف شكلها بعد ما تطلع من الفرن عامل ازاي. هتطلع جميله جدا ومش مكلفه خالص، والقوالب دي بستخدمها اكتر من مره، وحلوه جدا وبتديكي نفس نتيجه قالب الكب كيك. زي ما انتم شايفين ده شكل الكب كيك لما طلع معايا، نتيجته طالعه جميله جدا، ما فرقش حاجه عن قالب الكب كيك. اتمنى تكونوا استفدتوا والفكره تكون مفيده وعمليه، وان شاء الله تعملوا لها لايك بقى وتشيروها مع اصحابكم لو عجبتكم عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين. وما تنسوش لو انتم مش مشتركين على القناه تضغطوا على الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. وما تنسوش تتابعوني على قناه التانية بيتك وجمالك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد على قناه ابداعات ندى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.